بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية المقهى أو الكافيه أو القهوة، سواء رؤية إن احنا قاعدين عليها أو إن احنا دخلناها. هنعرف أهم التفسيرات المتعلقة بيها، وكمان هنعرف إمتى بتكون رؤيتها محمودة للرأي وإمتى بتكون رؤيتها غير محمودة. أولا لما يشوف الشخص إنه دخل القهوة أو رؤية المقهى في المنام بشكل عام، من الرموز اللي أحيانا بتدل على انشغال الرأي بالدنيا واتباع ملذاتها واتباع اللهو. كمان لو كان رجل هو اللي شاف الرمز ده، أحيانا بتدل على تعدد علاقاته، وكمان على سوء سمعته. المقهى كمان من الرموز لما يشوف الشخص انه المقهى من الرموز اللي احيانا بتدل على تغييرات هتحصل في حياة الرائي، كمان بشارة بحصوله على فرصة جديدة في حياته، هتكون فرصة هتعود عليه بالخير وهتعود عليه بالمنفعة، خصوصا لما يشوف انه دخل المقهى وكان نضيف ومترتب وكمان كان واسع. المقهى كمان من الرموز اللي بتدل على تحسن في أوضاع الرأي المالية، وكمان على سعة في رزقه. من الرؤى اللي بتدل على استقرار في حياته العائلية أو حياته الأسرية. كمان أحيانا رؤية الرجل إنه على القهوة أو إنه دخل المقهى أحيانا بتدل على صحبة سيئة محيطة بيه، أو أصدقاء سوء محيطين بيه. لما يشوف الرائي انه جالس على المقهى مع مجموعة من الناس هو ما يعرفهمش في الواقع، فللأسف من الرؤى اللي شوية بتدل على خسارة مالية ممكن تحصل للرائي. يمكن الخسارة دي كان غير متوقعة. كمان أحيانا لو كان هو تاجر أو بيمتلك عمل تجاري، فمن الرؤى اللي بتدل على فشله في صفقة معينة أو فشله في مشروع معين. كمان رؤية الجلوس على المقهى ويشوف انه بيشرب شيء شوية محرم شرعا، فبرضه من الرؤى اللي بتدل على انحرافه او على ارتكابه لسلوك سيء. كمان من الرؤى اللي بتدل على اتباعه الشهوات. برضه لما يشوف انه هو في المقهى ويشوف انه حصل شجار، لو هو تشاجر مع حد من اللي هناك، فبرضه من الرؤى اللي بتدل على ان الشخص ده هيعاني او الرائي هيعاني من مشاكل ومن ازمات نفسية. لما يشوف الشخص انه دخل المقهى ويشوف ان المقهى واسعة ونضيفة، فمن الرؤى اللي بتدل على سعة في رزقه، وكمان تحسن في اوضاعه المعيشية واوضاعه المادية. ومن الرموز اللي بتبشره برفاهية وبثروة. كمان دخول المقهى ويلاقيها ضيقة، فبرضو من الرموز اللي بتكون العكس، بتكون ضائقة مالية ممكن يمر بيها، على نقص في الأموال، على سوء في أوضاعه المالية أو المعيشية بشكل عام. برضو أحيانا دخول المقهى الضيقة من الرؤى اللي شوية بتدل على إن الشخص أو الرائي بيعاني من الوحدة أو العزلة. لما يشوف انه دخل المقهى وشاف انه بيتشاجر مع الموجودين في القهوة، فأحيانا بيدل على سوء في حالته النفسية. لما يشوف انه دخل المقهى ويشوف انه يعني بيعمل اي شيء غير محمود، يشوف انه بيشرب مشروبات غير شرعية، او يشوف انه بيلعب ورق او بيلعب قمار، كل دي من الرموز اللي بتدل على معاصي وعلى اتباع ملذات وانشغاله بأمور الدنيا يمكن أقدر من الدين. برضو شرب الكحوليات برضو من نفس التفسير. كمان لما يشوف انه قاعد مع اصدقائه على المقهى
وأصدقائه هو عارفهم في الواقع، وكمان المقهى نضيفة ومترتبة، فمن الرؤى اللي بتدل على شراكة ممكن بينه وبين الناس دي، أو عمل هيقوم بيه. العمل ده هيعود بمنفعة وهيعود برزق وهيعود بأرباح. الرجل أو الشاب الأعزب لما يشوف إنه جالس على القهوة أو المقهى، برضو من الرؤى اللي أحيانا بتدل على ارتباطه سواء بالخطوبة أو بالزواج. لما يشوف إنه جالس في المقهى ويشوف إنه بيشرب مشروبات عادية، مشروبات دافية، فمن الرموز اللي بتدل على صلاح حال الرائي، كمان على رزق ورزق واسع. كمان رؤية الجلوس على المقهى للفتاة العزباء لما تشوف انها جالسة مع مجموعة من الأصدقاء، فده حب ومودة بينها وبين الأصدقاء دول. أما لما تشوف ان هي جالسة مع شخص غريب، فمن الرؤى اللي بتدل على ارتباطها وكمان زواجها في القريب. لما تشوف ان هي جالسة وان هي بتتناول القهوة، فبرضو من الرؤى اللي بتدل على نجاحها وعلى تحقيق إنجازات وتحقيق أمنيات يمكن كانت بتسعى لتحقيقها. كمان المرأة المطلقة لما تشوف ان هي يعني في المقهى، فمن الرؤى اللي بتدل على حظ سعيد وكمان على فرصة تحصل عليها. أما لما تشوف إنها قاعدة لوحدها، فأحيانا بتدل على وحدة أو شعورها بالوحدة أو شعورها بالانعزال شوية. برضو دخول المقهى الواسعة والمترتبة بشارة ليها بسعة في رزقها وكمان في تغيير أو تبديل في أحوالها. ده كده أهم التفسيرات المتعلقة برؤية المقهى في المنام أو الكافيه في المنام. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبولي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.